أهلا وسهلا. شكون كان تيقول بأن مرضى السيلياك غادي يوليو يتناولوا معسلات شبيهة للمعسلات العادية اللي تبارك الله كتجي هشيشة وزوينة ولذيذة بزاف بحال المعسلات العادية. فإن شاء الله هذا الفيديو هذا غنشارك معكم فيه بليغات بدون جلوتين بوصفة اللي ناجحة وبدقيق ميكس منزلي اللي كنت حضرت معكم في القناة وخدمنا به بزاف ديال الوصفات الحمد لله ناجح. ولكن في هاد لا فيديو هذا غنزيدو معاه واحد شويه ديال الدقيق مصنع باش يتجمع لينا وباش تجينا هاد البليغات هادو يجيونا شبيهين بالبليغات العاديين ديال الجلوتين. في واحد القصعه غادي نديرو 3 الكيسان من دقيق ميكس منزلي. هاد الميكس هذا غادي تلقاوه في فيديوهات لتحت، فقط هبطوا غير واحد شويه غتلقاو فيديو ديال ميكس منزلي اولا كتبوها في العنوان، يعني في اليوتيوب كتبوا ميكس منزلي شهيوات بلادي بدون جلوتين وغادي يطلعوا لكم جوج الفيديوهات. الفيديو الاول عطاتكم فيه مقادير اللي قليله، والفيديو الثاني عطاتكم مقادير كثيره باش يعني مدوبله. هنايا كنديروا جوج المعالق ما بين جوج معالق صغار ما بين حبه حلاوه والنافع، كاس ديال الزنجلان، قبيصه ديال الملحه، معلقه صغيره ديال القرفه، وغادي نضيف جوج المعالق صغار ديال الخل الابيض. كنخدم بسطار، راه سطار كلها مسموحه، وجوج ديال المعالق ديال الزبده. بغيتو تخدموا بالزبده حيوانيه كان احسن، انا كانت متوفره عندي غير هذه النوعيه ديالها سميتها توليبان، فخاليه من الجلوتين وخاليه ايضا من اللاكتوز، فعملت منها جوج المعالق كبار ما يعادل 80 غرام. صافي كنبسّو هذاك الخليط مزيان، داك الدقيق كنبسّوه مزيان بداك الزبدة، وغادي نضيف أيضًا جوج معالق ديال الزيت، يمكن لكم ديروا زيت الزيتون. صافي غادي نزيد نبسّس العجينة مزيان حتى كتدخل ليا ديك الزبدة، كتفرق ليا داك الدقيق، وعاد غادي نبقى نزيد السوائل. غادي ندير واحد صفر بيضة، غادي ندير أيضًا ما زهر تقريبًا واحد جوج معالق كبار ديال ما زهر، وغادي نجمع بالحليب. الحليب كنعرفوا بأن كيهشّش لينا العجينة، باش هاد العجينة كتجي رطبة وكتجي زوينة وكتجي ناجحة أيضًا. كيف ما قلت لكم أنا هنايا درت جوج معالق ديال ما زهر وبديت كنجمع بالحليب. المقطع كان ما تصورش ليا، داكشي علاش يعني حبست حتى وريتكم شنو درت. بقيت كنزيد الحليب، غادي نزيدو تدريجيا حتى صافي كتجمع ليا العجينة مزيان، كنحاول نجمعها وصافي غادي نبدا إن شاء الله نشكلها ونشوف. في الفيديو أنا صورت معكم يعني الطريقة هكا بدون دقيق مصنع، لكن للأسف ما تجمعش ليا داك العجينة، ما تجمعاتش. هذا الشيء علاش اضطريت أنني ن نعاود نزيد فيها واحد شوية ديال دقيق مصنع، 3 المعالق ديال دقيق مصنع. غادي تشوفوا معايا الطريقة ما بين جوج ديال الوريقات، يعني بابي كويسون اولا جوج ديال البلاستيكات. كنطلقوا العجينة بحال هذا الشكل هذا، وكنحاولوا نجمعوها من الجوانب، ولكن راها كتهرس يعني بدقيق منزلي ما صدقاتش ليا هاد الطريقه. فانا كنجرب معكم وفي نفس الوقت كنعطيكم نصائح وكنعطيكم شنو البديل شنو ديروا. فمنين شفت ان العجينه ما كتهرس يعني ما تجمعاتش ليا، فزدتها 3 المعالق ديال دقيق مصنع اللي هو دقيق شار ميكس بي اولا دقيق سين بلاط. الا كان عندكم دقيق سين بلاط خدموا به من الاول، كان عندكم دقيق شار ميكس بي غديروا معاه، غتخدموا يعني ب3 الكيسان ديال شار ميكس بي وجوج ديال المعالق ديال الذره، دقيق الذره. كان عندكم سين بلاط غتخدموا به بوحدو، يعني غير سين بلاط بوحدو 3 الكيسان. كان عندكم هاد الدقيق المنزلي، هانتوما شفتوا الطريقه اللي درت دابا، يعني غتخدموا 3 الكيسان ديال دقيق ميكس منزلي و3 المعالق من دقيق مصنع اللي هو شار ميكس بي. صافي هذه هي الطريقه اللي كنديروا، كنحاولوا نطلقوا العجينه مربع، وكنبقاو نحطوا واحد المسطره هكا اولا غير عينيكم ميزانكم كديروا مربعات باش غادي نشكلوا هاد البليغات اولا المعسله. وهنا منين كملت التشكيل ديالها صافي بديت كنحاول نشكلها، ولكن كلها هي كتهرس يعني ما ساعدتنيش. هادشي علاش زدتها دابا 3 المعالق من دقيق شار ميكس بي، وغادي نزيدها كاس الا ربع من الحليب هي باش غادي نعاود نجمع العجينه. كنحاولوا عاوتاني نبسسوا هذاك الدقيق اللي زدنا، كنحاولوا نبسسوه مع داك العجينه هي الاولى. عاد غادي نضيفوا الحليب تدريجيا شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه. وما تحاولوش تكون العجينه يعني جاريه، غير شويه ديال الحليب صافي، وكنجمعوها كنديروها في بلاستيكات بلاستيك غذائي باش هاد العجينه هادي ما تنشفش، لان فوق ما يعني فوق ما شفتوها نشفات كتزيدوها واحد شويه ديال الحليب. احنا ما غاديش نحتاجوش نزيدوها الحليب حيت دابا دخلت فيها الدقيق المصنع،
فغادي نقسمها على 4 أولا 5 ديال القطع. أنا غندير غير 4 ديال القطع صافي، وغادي نجمعها في بلاستيكات. هنا كنعملها في بابي سولوفان وكنحطها ترتاح واحد غير 10 ديال الدقائق صافي، وكنبدا نخدموها. كنطلقوها تاني بالدلاك ونعاودو نشرطوها كيف ما شفتوا في الفيديو في الاول، ونشكلوا منها البليغات ديالنا. غير واحد الملاحظه البنات، الفيديو السابق كنت درت معكم الحريره بدون غلوتين، واستعملت الشعريه ديال باستا دورو. انا ديك الشعريه كانت عندي يعني حيدتها من لومبالاج ديالها وعملتها في دوك القريعه ديال الزاج باش كنحافظ عليها. يعني صافي راكم كتعرفوا ملي كيتحل لومبالاج كيخصكم ضروري تحافظوا عليها. فجاوني تعاليق كثيره بان علاش استخدمتي الشعريه، راها الشعريه غير مسموحه. انا واخا كنجاوبهم في التعاليق كنقول لهم راه الشعريه بدون غلوتين، كيقولوا لي لا راه الشعريه ما خاصكش تستعمليها. فبغيت ناكد لكم بان اي حاجه شفتوها عندي في القناه راها بدون غلوتين، ما يمكنش ليا ندخل شي حاجه بالغلوتين. انا المحتوى ديال قناتي دابا بدون غلوتين، فاي مكون اي حاجه شفتوني كنخدم بها راها بدون غلوتين 100%. ما يمكنش ليا نضر صحتي اولا، وما يمكنش نضر المتابعين ديالي. هذه فقط جواب للناس اللي حطوا لي تعاليق علاش نستخدم يعني الشعريه فيها الجلوتين. راه حتى حنا عندنا الشعريه بدون جلوتين، عندنا لي بات كثيره تبارك الله، انواع ديال لي بات بدون جلوتين مصنوعين يعني من الذره ومن الروز. يعني راه الحمد لله كل شيء متوفر. يعني بزاف الناس كيمشيو غالطين كيتصحابهم راه ما كاينش نهائيا لي بات سون جلوتين. في القناه ديالي راه المصداقيه عندي هي كل شيء، ما يمكنش ليا انني غادي نضركم وغنضر صحتي. فاي وصفه شفتوني خدمتها راه كنخدمها معكم بضمير، راه ما يمكنش غادي نعطيكم شي حاجه اللي غادي تضركم. ودابا نرجعوا لهاد البليغات ديالنا بعد ما شكلناهم وقطعت العجينه. فكنبدا نشكل منهم هكذا، كنقرصهم هكذا بالجوانب وصافي كتشكل لينا على الشكل ديال البليغه بهاد الطريقه السهله وبسيطه. فغادي نستمر نشكل شكيلات كاملين. وبالنسبه للعجينه راه كتطلق الحمد لله، ما كتهرس ما حتى شي حاجه، كتطلق بسهوله. ديروا بلاستيكه من الفوق وطلقوها، كتجي ساهله بزاف في الخدمه ديالها. هنا نحاول عاوتاني نشرطها معكم، كنوريكم غير بعض التفاصيل. راه كلشي تبارك الله كيعرف يدير البليغات ساهلين من اسهل المعسلات. يعني حتى الناس اللي كيعكزوا بزاف على الشباكيه وعلى المعسلات اللي فيهم بزاف ديال الخدمه، فهذه اسهل نوع ديال المعسلات. وايضا غادي ندير معكم واحد المحاوله انني نطيبهم حتى في الفران، ونعطيكم رايي بكل صدق زعما للناس اللي يبغيو يطيبوها في الفران. صافي بعد ما شكلت هنايا دوك المربعات، وما ديروش العجينه تكون رقيقه بزاف، حاولوا تخليوها واحد شويه غليظه باش كيجيو زويونين دوك يعني ديك المعسلات. بزاف غادي يقولوا لي راه يقدروا يتحلوا في الفران اولا في الزيت. راه الحمد لله حتى واحد فيهم ما تحل، لا اللي درت في الفران ولا هذوك اللي قليت في الزيت، كلهم جاو تبارك الله يعني شادين في راسهم، ما كيتحلوا ما والو. صافي غادي نستمر حتى غادي نكمل بنفس الكيفيه، وغادي نبدا ان شاء الله دابا نشكلهم نطيبوهم. كنخليهم بعدا ينشفوا واحد نصف ساعه حتى لساعه، نخليهم مزيان يتشمعوا، وديك الساعه نبداو نقليوهم. خرجت لي 3 ديال اللاطات، 2 اللاطات هادو كبارين ولاطه وحده اخرى صغيره كيف ما شفتوا. كيف كميه وفيره ب3 الكيسان ديال الدقيق حضرنا هاد الكميه كامله. فالبعض منهم غادي نقليهم والبعض غنطيبهم في الفران. هنا كنديروا الزيت حتى كتسخن، وكنديروا عافيتكم متوسطه يعني ماشي مجهده وماشي ناقصه بزاف، وكنبقاو نحطوا هذوك البليغات ونقلبوهم مزيان. اللي شفناها تحلات كنحيدوها، وحده اللي تحلات فيهم كاملين كتكون يعني ما مقرصاش مزيان. حاولوا تقرصوهم مزيان باش ما يتحلوش. صافي هنا كنبقاو نقلبوهم على هذا الشكل هذا، نقلبوهم من الجوانب كاملين حتى كيطيبوا لينا وكيتحمروا، كيجي واحد المعسلات غزالين. والناس اللي غيقولوا لي القلي غير مفيد، من طبيعه الحال غير مفيد، انما كاينين الناس اللي كيبغيو ياكلوا هذا الشيء هذا مره في العام، لان حنا كنديروا المعسلات مره في العام، فما فيها باس الواحد ياخذ حبه وحده في مده ديال 3 ايام او لا، هذا راه ماشي مشكل. صافي هنا غادي نحاولوا نصفيوهم مزيان من الزيت، ومباشره غادي نطفيهم في العسل. نوعيه العسل تكون نوعيه جيده ثقيله، ما يكونش العسل سخون باش المعسلات ديالنا كيتشربوا مزيان،
واحد فيهم يكون بارد، يا إما المعسّلة باردة يا إما العسل يكون بارد. المهم غادي نستمر نقلي القلية التانية وندوزو دابا نشوفو الطريقة ديالهم ديال الفران إن شاء الله. بالنسبة لهادو ديال الفران غادي يبغيو يديروهم الناس اللي عندهم جرثومة المعدة والناس اللي عندهم التهابات في الجسم ديالهم، فغادي نديرو الفران على 180 درجة أولا 170 درجة. شاعل الفران من الفوق ومن التحت وغادي نديرو ليهم 15 دقيقة الأولى حتى كنشوفو بأنهم يعني شدوا في راسهم وبداو كيتحمروا. عاد غادي نشعلو عليهم الفرفارة أولا يعني الفرفارة ونخليوهم يتحمروا مزيان ونخرجوهم نغطسوهم في الزيت في العسل مباشرة. هادو اللي قلينا هاهما تبارك الله كيفاش كيجيو هشاش ولذاذ، واحد اللذة رائعة بزاف. وهادو اللي درنا في الفران ما تيجيش اللون ديالهم يعني محمر بزاف، حيت قد ما خليتوهم يتحمروا في الفران بزاف قد ما كيقصاحوا. يعني حاولوا تخليوهم شوية يعني لونهم ماشي محمر بزاف باش يجيوكم رطبين. وها هما كيفاش كيجيو حتى هما رطبين ماشي قاصحين بزاف يعني مقرمشين. المهم اننا ما نحرموش راسنا. كان هذا هو الفيديو ديالنا ديال اليوم، كنتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم وتستافدوا منه. بارطاجيو الوصفه باش تنال اعجابكم وحتى نتوما تنالوا الاجر ان شاء الله. وصلنا لنهايه الفيديو. غادي نخلي لكم الصوره ديال الشعريه اللي استعملت انا في الحريره، نخليها لكم دابا باش تشوفوها. الى فيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.